السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم عزومة على الماشي كده، يعني عزومة نواشف او زي ما انتوا شايفينها كده. هعمل معاكم ان شاء الله فراخ بالتتبيلة بتاعتها. اوريكم التتبيلة اللي انا عاملها بيها. دي مكوناتها معايا هنا وراك، ومعايا هنا ورق لوري وشطة وقرفة وفلفل أسمر وكزبرة وكمون وحبهان ونص مكعب ماجي وملح وفلفل أحمر زي ما انتوا شايفين كده، والبصل. ومعايا هنا نص كوباية أو معلقتين من الخل، مع برضو نص كوباية من الزيت صغيرة، مع طماطماية. المكونات معايا، ومعايا هنا نص مكعب من الماجي، مع بصل بودر وتوم بودر. بحط المكونات كلها بقلب الكبة زي ما انتوا شايفينها كده، واطحنها بقلب بعضيها. هنا حطيت المكونات والطماطم، وبحط معاهم هنا البصلتين، بصلاية حمرا وبصلاية بيضة، وفلفل من اللي هو الالوان اللي هو الحلو، مع معلقتين الخل وبرضو معلقتين الزيت. وبضربهم كلهم بالخلاط، وتبقى معايا الخلطة جاهزة. لو عملتها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم وهتديكوا طعم احسن من مشوي، وبنفس الوقت الحاجة المعمولة في البيت احسن من اللي هي بتجيبها من بره. يعني طعمها جميل جدا ما شاء الله. ان شاء الله جربتها تعجبكم. هنا بضربها بطحنها بالكبة زي ما انتم شايفينها كده لحد ما تبقى سايلة معايا. وببدأ بقى ان انا ايه، عندي الفراخ اللي انا عاملها، مثلا عندك فرخة، عندك صدور بانيه، او عندك وراك، فممكن تعمليها بالخلطة دي، بتبقى جميلة جدا. طبعا بتقطعها القطع اللي انت عاوزاها. انا هنا برصها بالصينية وبعدين بتبلها. طبعا بتبقي غسلاها غسلة كويس، يعني غسلة حلوة، وتكون نضيفة معاكي بالخل والملح. وبتبدأ بقى ايه، ان انت تحطي عندك بقى الخليط اللي انت عملتيه بالشكل دوت. طبعا انا مرضوش احط فلفل اخضر عشان ما يبقاش حراق، لان ما عندي اطفال ممكن ياكلوا منها ما يتأذوش. يعني لو انت حابه ان انت تخليها حار، اللي ممكن تحط لها فلفل احمر، او فلفل من اللي هو الاخضر البلدي. طبعا انا هنا كانت خلاص اتبل بالشكل ده، واحطها بالتلاجة لمده ربع ساعه او 10 دقايق قبل ما تشرب التتبيله. ومعايا هنا بقى الكفته برضو بجهزها. عندي هنا طبعا اللحمه فرمتها وفرم عليها ليا من الخروف. وعندي هنا بصل احمر منعماه بالكبه بالشكل دوت. وعندي هنا التوابل، معايا هنا بضاية، ومعايا هنا بصل بودر وملح وبصل وتوم بودر. وهنا معايا المكونات كزبرة وفلفل أسمر وشطة ومعلقة قرفة صغيرة وكمون. ومعايا هنا برضو ايه، معلقة كبيرة من الدقيق أو معلقتين من الدقيق. لو مش متوفر عندكم دقيق وعندكم فيجيتار، ممكن ان انت تحطيها، ما فيش اي مشاكل. دقيق او فيجيتار بيديها برضو ايه، طعم وتماسك، يعني بتخليها ماسكه نفسها ما تفكش منك. بحط بقى المكونات اللي عندي كلها على بعضها بالشكل دوت. وببدأ بقى ان انا اكسر عليها البضاية. اما احط هنا الدقيق طبعا، لو عملتها بالشكل دوت هتبقى ماسكه معاك، وبرضو بنفس الوقت هتديكي طعم جميل برضو لو جربتوها بالشكل دوت. هنا انا حطيت معلقه كبيره من الصوص بتاع الفراخ اللي انا كنت عاملاه بالكبه، عشان برضو يديها طعم برضو حلو. وبقلبها بالشكل ده بقلب بعضيها، وطلعت معايا متماسكه بالشكل دوت. طبعا بحطها بقى ايه، اصبعها الاول بالسيخ على قد القطعه اللي انا عاوزاها، وبعدين بحطها قد 5 دقايق ولا حاجه في التلاجة لحد بس ما تتشمع، عشان برضو ما تفكش مني. هنا كنت عملت الكميه اللي انا عاوزاها. وببدأ بقى ان انا عندي كميه تانية، او خدت حاجه بسيطه منها بالشكل دوت. بعمله معاكم برضو بالطرب. عندي هنا الطرب اللي هو الراق، اللي هو بيبقى عند الخروف، بنعمل منه طبعا، بتجيبيه من عند
الكبابجي او بتجيبيه من عند الجزار لو طلبتي منه، او لو انت عندك مثلا الاضحيه بتاع العيد بيبقى متوفر عندك، فبتعمليه بالشكل ده وبتقطعيه اكنك بتلفي ورق عنب او ورق كرنب بالشكل ده، بتحطي بيه الكميه المناسبه، وبيتقطع بالحجم دوت، وبتلفيها بالشكل دوت. بتحس ان هي ايه، تبقى الكفته من جوه ما تبقاش باينه خالص، ويبقى كده يبقى جاهز معاكي. طبعا انا جبت هنا الطرب اللي عندي ما شاء الله كان جميل اهوت معايا، وببدأ بقى ايه ان انا بلفها بالشكل دوت، اكني بلف ورق عنب، بس طبعا ايه عاملة بس الكمية بتاعتها تخينة شوية. هنا بقى كنت بخلص الكمية اللي معايا على قد يعني الكفتة بالشكل دوت، فبقطعه بالسكينة الأحجام ديك أو بالشكل ده لحد بس ما أخلص الكمية اللي عندي من الكفتة. طبعا لو عندك بقى ايه كمية تانية فاضت منك، ممكن ان انت تعمليها على مرة تانية، يعني ما ترميهاش، بتبقى حلوة جدا. انا هنا بقى ايه خلصت الكمية اللي هي الكفتة، والباقي بقى عملته يعني وضبته كده وقطعته احجام، وفصلت عنه الدهن اللي هو الغليظ على جنب، وخليته يعني للتسييح اسيحه، وبقى عملته بالشكل دوت على قد يعني اللف وكده بيبقى سهل معايا. وبعد كده هشيله بالفريزر. وهنا بقى ايه كانت خلاص الكمية عندي خلصت الكفتة والطرب، وكان عندي برضو الفراخ كانت شربت التتبيلة بالشكل دوت. طبعا انا هنا الفراخ هعملها بطريقة تانية، يعني ان انا ايه اختصر الوقت، وبنفس الوقت ان هي تشرب التتبيلة بتاعتها حلو، ويبقى طعمها يعني طعمها بالتتبيلة بتاعتها. هنا انا هحط الكفتة والطرب بالميكروويف او بالفرن، واسيبها بقى ايه مع نفسها تستوي. بعد كده اروح ماسكه عندي هنا بقى الفراخ بالتتبيله بتاعتها، هزود لها بس نص كوبايه من الميه اللي هي كوبايه الشاي، واسيبها بقى على النار بالشكل دوت اللي هي تستوي، واقلبها على الجنبين او بالشكل ده. انا بحس ان هي تاخد الصدمة او لونها يتغير او بالشكل ده، وتشرب بقى التتبيلة، وبنفس الوقت ان هي تستوي والتتبيلة معايا تبقى ناشفة فيها. في الاخر خالص اروح مدخلها الفرن، هتاخد التحمير على طول، يعني مش هتاخد معايا وقت، وبنفس الوقت اكون ضامنة ان هي استوت، يعني ما خدتش وقت معايا بالفرن، وتكون مستوية. وبنفس الوقت ايه نص كوباية الشاي اللي انا حطيتها مية خليتها يعني شربت التتبيلة واستوت على النار هادية. كنت بقلبها بالشكل دوت، وبحطها في الاخر بقى بالفرن، تاخد التحميرة تبقى جاهزة معايا. عاوزة اقول لكم ان التتبيلة دي ما شاء الله جميلة جدا، وانا جربتها، وان شاء الله لو جربتها تعجبكم، وكانت احسن من الشو. انا هنا كنت بحاول ان انا ايه ان هي كانت لسه ما زودتهاش، فسينا كانت لسه بعد ما زودتها المية بدأت ان هي تشرب بالمية بالشكل دوت، وان هي داخلة على خلاص على سوا. هنا بعد ما استوت معايا بالشكل دوت، واتأكد بقى ان هي شربت التتبيلة كويس، بحطها بالفرن. وهنا كانت الكفتة معايا جاهزة استوت بالشكل دوت كانت جاهزة، وبرضو معايا هنا الطرب كان بقى داخل على سوا، فبقلبه من تحت لفوق بالشكل ده، حطيت الفراخ معاه لحد بقى ايه لما خدوا التحميرة بتاعتهم واستووا كويس او بالشكل ده. كان لسه الطرب ما استواش. على الجنب التاني بقى انا كنت بحضر ان انا اعمل الفخدة الضاني بالرز البسمتي. طبعا انا نقعت الرز البسمتي بالمية زي ما انتوا شايفينه كده، وحضرت اللحمة ونغزتها بالسكينة علشان ان هي تستوي على طول معايا، وبنفس الوقت تشرب التتبيلة بتاعتها. معايا هنا الرز منقوع بالمية قبلها ب5 دقايق علشان يدي معايا يعني سوا، ما بياخدش وقت بالسوا، بنفس الوقت يشرب المية.
ومعايا هنا زبدة، ومعايا هنا التوابل: ليمون مجفف، وبصل بودر، وتوم بودر، وفلفل اسمر، وحبهان، وقرفة، وورق لوري، وكمون، وكزبرة ناعمين. ومعايا الخلطة بتاعة الرز البسمتي اللي هي الصفرة، ومعلقة من الكركم عشان اللون. وهنا بقى ايه، هسيح الزبدة بالشكل دوت، وابدأ بقى ان انا احط اللحمة تاخد الصدمة بتاعتها والتوابل تشربها. هنا انا كنت باخد من حاجة بسيطة جدا من اللي سيحته الكفتة. طبعا في واحدة وقعت مني، بس انا هرجعها تاني. انا كنت حبيت بس ان انا ادي طعم للرز من خلال القعد بتاعه اللي هو ساح منه. علشان انا هنا كنت فرمة مع اللحمة، يعني ليا ضاني، فتدي للحم الضاني مع البسمتي طعم وريحة. انا هنا بسيحها مع الزبدة زي ما انتم شايفين كده، وببدأ بقى ان انا احط اللحمة تتشوح معايا وتاخد اللي هي الصدمة او اللون بتاعها، وبقى اقلبها على الجنبين بحيث ان هي تاخد لونها يتغير او بالشكل دوت، بحيث ان انا عاوزة اديها سنة تحمير او لون من هي اكنها متحمرة، بحيث بعد ما تتسلق وتستوي ويعني تتقدم بالاكل ميبقاش زي اللحمة المسلوقة، او مثلا يبقى لونها عادي. لا، انا هنا بحط لها التوابل معاها، بحيث ان تشرب التوابل وبنفس الوقت تتحمر مع الزبدة، ويبقى لون وطعم وريحة. انا هنا بقى ايه، حطيت نص التوابل، وببدأ بقى ان انا ايه اشوح اللحمة على الجنب التاني، واضيف نص التوابل التانيين، او بالشكل ده بحاول ان انا اقلبها على الجنب التاني. طبعا لو لاحظتوا هتلاقوا ان اللون متغير تماما، اللي هي خدت اللون الذهبي ولونها اتغير اهو. ببدأ بقى ان انا ايه اقلب باللحمة واشوحها كويس جدا لحد ما اتأكد ان هي اتشوحت، وان هي مثلا لونها اتغير، وبنفس الوقت هي ادت على تحمير. انا هنا اقلب اللحمة بالشكل ده، كان على الجنب التاني. وبديلها بقى ايه بقية المكونات اللي معايا او بالشكل دوت. طبعا بيديها طعم جميل جدا، خصوصا ان التتبيلة او الخلطة بتاعت الرز البسمتي بيبقى طعمها جميل جدا. انا هنا بقى كانت خلاص دخلت شوحتها كويس وخدت اللون اللي هو الذهبي. بدأت بقى ايه اللي انا هسقيها، ان انا اسويه اللحمة الاول قبل ما احط الرز. طبعا انا عندي هنا نص كيلو من الرز البسمتي، فبحط له المعيار بتاعه مع اكنه يعني الشوربة. المعيار بتاعه نص كيلو، احط له كيلو ونص مية، يعني الكمية بحط قصادها 3 اضعاف. طبعا انا هنا عند الرز بدأ ان هو خلاص يشرب المية بتاعته، بحيث ان هو ايه اللي يتضاعف، وبنفس الوقت اللي ما ياخدش سوا معايا. هنا خلاص يعني ايه كانت اللحمة خلاص استوت معايا، دخلت على سوا. يعني انا ما حطيتش القعد وحطيت الرز وسبت اللحمة تستوي مع الرز، لا، انا سبت اللحمة تستوي براحتها، وبعد كده حطيت لها الرز. بسيبها بقى تستوي. وعلى الجنب التاني طبعا زي ما انتم شايفين كده الفراخ كانت استوت والطرب والكفتة، وهنا الرز كان ما شاء الله استوى معايا. وهنا كنت عملت السلطة زي الكبابجي بالبصل والفلفل، وحضرت السفرة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.